ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ الاخبار؟ معاكم محمد زقزوق من زاك وركس دوت كوم. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات زاك توك، او مش زاك توك، نقدر نقول حلقات عامه من زاك توك او اي حاجه يعني. الحلقه النهارده مختلفه شويه عن كل اللي فات، اني مش هتكلم في جرافيكس، هتكلم في الحاجات اللي مضايقاني، وهتكلم في شويه مشاكل حصلت لي الفتره اللي فاتت دي. يعني لو كان حد مهتم انه يعرفها، او لو ما كانش حد مهتم، اديني بدردش معاكم يعني، يمكن حد يقول لي رايه او استفيد من بعض ارائكم يعني. اول حاجه عايز اتكلم فيها اني انا مش هشتغل في شركات تاني. لما جيت فكرت في الموضوع بشكل اخر يعني، لقيت ان انا فعلا شغل الشركات مش هيفيدني. يعني انا ببقى بحب اشتغل لوحدي اكتر، بحب اشتغل بدماغي انا اكتر، احسن ما حد يقعد يقول لك تارجت ومش تارجت والكلام الفاضي ده. اكتشفت بعد فتره من الزمن ان شغل الشركات فعلا عقيم جدا. اشتغلت في شركات نظيفه جدا وكويسه وشركات محترمه، واشتغلت في شركات ما ينفعش اصلا يطلق عليها شركات ولازم تقفل بدون ذكر اسماء يعني. اكتشفت بعد فتره من الزمن ان انا شبعت من الشركات. وعشان محدش يفهمني غلط، عشان في ناس بتترجم الكلام غلط، يقولك اه يا عم ده عمل فلوس ومعرفش ايه وبتاع، خالص على فكره. ده غير كمان ان انا اكتشفت حاجه مهمه قوي، ان انا لما بشتغل في شركه مخي بيقف، مش بعرف افكر يعني ببقى قاعد في البيت نفسي اعمل حاجه جديده. زاك توك مثلا، الموضوع ده لقيته بيأثر عليا سلبا في زاك توك وفي التشانل وفي التوتوريالز اللي انا بقدمها اللي هي فور فري، اللي انا ما باخدش منها اي فلوس اصلا. بشتغل مثلا من الساعه 10 11 الصبح لحد الساعه 6 7 بالليل 8 بالليل، بروح البيت يا دوب بتغدى بخش انام، يومي خلص خلاص. وجمعه وسبت بقضيهم لا اما نوم لا اما بتفسح مع اصحابي وبقعد على القهوه وما اعرفش ايه الكلام ده. فاكتشفت ان فعلا شغل الشركات مش بيضيف لي اي جديد كمحمد زقزوق يعني، مش بيخليني اتطور، مش بيخليني احس ان انا عملت حاجه. فيمكن ده اول اسباب من الاسباب دي، اني مش بتطور، مش بحس ان انا بتطور، بحس ان انا بضيع وقت. بقعد 9 ساعات مثلا 10 ساعات في الشغل يمكن اكتر، ما بطورش اي حاجه خالص في شخصيتي او في مخي او في شغلي، غير ان انا بطور شغل الراجل اللي انا بشتغل عنده ده، او اللي هو الشركه اللي انا بشتغل فيها دي. فقررت الحقيقه ان انا مش هشتغل في شركات تاني. قررت ان انا اركز شويه في الكورس بتاع الموشن جرافيكس اللي انا بعمله في سنتر برايت مايندز دلوقتي. فانا مبسوط الحقيقه كده يعني. هي فكره برضو الرضا النفسي، ان انت هل انت راضي دلوقتي عن اللي انت عملته ولا لا. انا وصلت لمرحله من المراحل اني ما بقتش عايز اشتغل في شركات، ما بقتش عايز اشتغل تحت ضغط، ما بقتش عايز اشتغل تحت سخافه عملاء، سخافه ديدلاينز، سخافات كتير قوي بتحصل في الشركات، اسفين كتير ملهاش اي لازمه وملهاش اي معنى. بحس ان صاحب الشركه مريض نفسيا. ده واحد بيشغلك عنده علشان يقعد يذل فيك ويقرفك ويقول لك اعمل وما تعملش وما اعرفش ايه وكلام فاضي كده بصراحه. فحسيت ان انا شبعت من القرف ده. بحس ان انا لما بشتغل لوحدي مرتاح، بوصل الشغل بتاعي لو عندي حاجه فريلانس لكلاينت ما يعني، بحس ان انا بوصل الحاجه بتاعتي في وقت معين بالظبط في الديدلاين اللي انا حددته. بحس ان انا مرتاح اكتر، في اريحيه في التفكير، في اريحيه في النوم، في الصحيان، في وقت. بحس ان الوقت فعلا ملكي، بحس ان انا عندي وقت كبير قوي افكر واشتغل واعمل حلقات ومش عارف ايه وكده. علشان كده مش عايز اقول كرهت الشغل في الشركات قد ما انا زهدته ممكن، او مش زهدته، شبعت منه يعني. هي الكلمه بتاعت كلمه شبعت منه دي هي الكلمه الصح يعني. عشان كده اكتشفت ان انا بميل اكتر ناحيه ان انا اعلم الناس، بميل اكتر ناحيه ان انا اوصل المعلومه اللي عندي للناس. بحب اعمل ده، بحب اعمل توتوريالز فري على اليوتيوب عندي، بحب اتكلم مع الناس. بس عايز اتكلم النهارده من قلبي كده، مش عايز بقى اتكلم وراء ستارة زاك توك او اللي هو البرنامج الشو اللي انا بعمله يعني. فدي اول حاجة كنت حابب افتح بيها الموضوع، ان انا بصراحة قررت ان انا مش هشتغل في شركة تاني. معرفش القرار ده هيأثر عليا سلبا ولا ايجابا في المستقبل، الله اعلم، بس هو قرار انا مبسوط بيه وحاسس ان انا مرتاح جدا ان انا خدته يعني. النهارده كمان كان حد بيكلمني في التليفون بدون ذكر اسماء، فكان بيقول لي ان عندي شغل في حتة معينة، ايه رأيك ما تيجي تمسك تيم ليدر وتمسك الموضوع وكده. وهو بيكلمني عن الموضوع ما حسيتش بالحماس اللي انا كنت بحسه زمان، ما حسيتش بالحماس اللي هو عايز اشتغل وما اعرفش ايه. ما حسيتش ان انا هبقى مرتاح. مش عايز احقق احلام حد تاني، عايز احقق احلام انا 30 سنه، عيد ميلادي مكملهم يعني 1/5 اللي فات ده. جيت ابص كده على حياتي اللي فاتت، ال 30 سنه اللي فاتوا دول، الحمد لله حققت حاجات كتير جدا انا كنت بحلم بيها. يمكن مفيش حاجه حلمت بيها
الا لما حققتها، لاني طلبتها من ربنا، وكان كل نيتي خير، ان انا نفسي اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، وربنا الحمد لله اداهم لي. وده يمكن من حسن الظن بربنا واخلاص النية في الدعاء، يعني علشان حاجة تجيلك. يعني اكتشفت ان انا الحمد لله حققت جزء كبير من اللي انا كنت بحلم بيه. يمكن اكتر جزء انا مبسوط بيه هو شغلي. عندي الحمد لله ناس كتير بتحبني، وده حاجة انا فخور جدا بيها، وحاجة بتخوفني كمان في بعض الاوقات، لان حد يحبك ويتفرج عليك ويتابعك ويبقى مستني جديدك، ده حاجة جميلة قوي. انت عملت ايه اصلا علشان الناس دي تتفرج عليك، او الناس دي تحترمك ويتابعوك ومعرفش ايه والكلام ده. انا في وجهة نظري انا بترجم الموضوع ده ان ربنا الحمد لله بيحبني، علشان كده بيحبب فيا الناس دي، ودي حاجة حلوة قوي بجد. لما جيت بصيت على ال 30 سنة اللي فاتوا دول، انا اكتشفت ان انا عملت حاجات كتير، بس في حاجات اكتر عايز اعملها. يعني في حاجات عايز احققها. عملت اسم الحمد لله في المجال كويس الى حد ما، وفي بعض الناس تعرفني، بس في اكتر. لا، في حاجات اكتر من كده. عايز اعمل توتوريالز كتير للناس، عايز اعلم الناس اكتر، عايز انزل في ورك شوبس اكتر، عايز اعمل نفسي بقى. الحلم بتاعنا ما كانش حلمي ابدا على فكره ان انا اعمل ورك شوبس او توتوريالز، ابدا ما كانش ده حلمي خالص على فكره. بس يمكن عشان انا حققت جزء من الاحلام ده او من الاحلام دي، اللي هو الحمد لله عملت اسم في شركات، او الحمد لله طورت شركات كتير وفتحت شركه وقفلتها. فيمكن عشان انا اشتغلت مهنيا كتير، فقررت بقى ان انا اشتغل بقى يعني للناس بقى شويه، او ان انا اطلع اجيال بقى بتاعت جرافيكس من تحت ايدي. فده حاجه كويسه جدا. يا رب اكون يعني قد المهمه الصعبه جدا دي، لانك توصل المعلومه للناس وتوصلها لهم صح، ده صعب قوي. حاسس ان انا اقدر اعمل ده من زمان، لاني دايما بحب ادي المعلومه الصح. ده غير كده كمان ان انا الكونسبت بتاع ان انا ادي المعلومه عندنا بشكل مختلف عن بقيه المحاضرين او بقيه الناس اللي بتدي كورسات وكده. انا مش بحب اقعد اهري كتير في بيزكس او اديك اساسيات كتير. الاساسيات دي المفروض ان هي اصلا فور فري للناس كلها، الناس كلها تعرفها. يومين ثلاثه المفروض البيزكس او التولز الاساسيه اللي انت بتشتغل بيها في اي برنامج المفروض تبقى عارفها. يعني الباقي بقى هو اللي صعب، البروجكتس ان انت تشتغل بايدك هو ده اللي صعب. بس فدي اول حاجه كنت حابب اتكلم معاكم فيها، هو موضوع ان الشغل والقرار اللي انا خدته ده ان انا مش هشتغل في شركات تاني بجد. واوحش حاجه في الدنيا انك تشتغل مع ناس ما بتفهمش في المجال بتاع الجرافيكس بجد. بمجرد ما تلاقي حد كده سيبه، لانه هيتعبك. يعني لما تلاقي حد ملوش فيها اصلا في الجرافيكس، ولا بيفهم يعني ايه ماركتنج، ولا بيفهم يعني ايه ادفرتايزنج، ولا بيفهم يعني ايه موشن جرافيكس، ده سيبه. حتى ما تقعدش تتعب نفسك معاه ان انت تديله معلومه او انت تعرفه الصح فين، لانه مش هيفهم. فحاول تبعد عن الناس دي، اريح لك لاعصابك ولنفسيتك. يعني في بقى حاجه برضو عايز اتكلم فيها، ان بعض الناس فاكريني ان انا مش بحبط او مش بيأس، او بيجي لي كريتيف بلوك اللي انا كنت بتكلم عنها الحلقه اللي فاتت. تقدروا تشوفوها من هنا بقى، حطها في الكاردز اللي بتطلع في السجستشن هنا. انا بيجي لي فعلا احباط كتير، انا بحبط بدرجه فظيعه. اوقات كتير البني ادم بيفقد الطريق، او بيفقد الهدف، او بيفقد الدافع. ممكن يكون بيفقد الدافع للحاجة اللي هو عايز يعملها لأسباب كتير. ممكن يكون ان الناس اللي حواليك بتنيمك او بيدوسوا على كتفك فتحس ان انت تقلت. ممكن يكون انت نفسك مش متحمس كفاية. ممكن يكون مش عارف، بس ممكن يكون حاجات كتير. بس كل ما تحس ان انت هتحبط وتيأس، افتكر ان ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن ان اليأس كفر. البشر قالوا ان اليأس خيانة، بس ربنا قال ان اليأس كفر. ودايما افتكر الكلمة المكتوبة ورايا دي، مش عارف انتوا شايفينها ولا لا. when you wanted to give up remember why you started. يعني لما تعوز تستسلم افتكر انت ليه ابتديت. افتكر دايما الهدف اللي انت ابتديت علشانه. لما تبدأ اي طريق كده تبص لبعيد قوي، وتبص هناك كده تشوف انا شايف نفسي ببدلة وعربية بي ام مثلا، مش عارف ايه، فلوس كتير وحاجات كده. فدايما لما تعوز تستسلم افتكر انت ليه ابتديت. وانا مش بنصح حد على فكرة، انا بنصح نفسي. والاحباط جميل على فكرة. الاحباط جميل ليه؟ لانه
اللي بيريحني في الاحباط او اللي بيطمني شويه ان انت بعد شويه من الوقت هتبقى شعلة نشاط ان شاء الله يعني. وبكده تكون حلقه النهارده خلصت الحمد لله على خير. كان معاكم محمد زازوق من زيك وركس دوت كوم. السلام عليكم.